أو كما تسمى كوريا الشمالية على يد حزب العمال الكوري بقيادة كيم إيل سونغ. لكن شنو كنعرفوا على كيم إيل سونغ؟ في عام 1912 ولد كيم إيل سونغ في جنوب بيونغ يانغ. في تلك الفترة قامت أسرة كيم إيل سونغ بنشاطات معادية للمستعمرين اليابانيين، الشيء اللي جعلها تقوم بالهروب إلى منشوريا في الصين في عام 1920. من موراها أسس كيم في عام 1926 اتحاد تسقط الإمبريالية المناهض للاستعمار الياباني، وأصبح كيم عندما كان يبلغ من العمر 17 سنة أصغر عضو في الخلية ماركسية سرية لم يتجاوز عدد أفرادها 20 شخص. من موراها انضم كيم للحزب الشيوعي الصيني في عام 1931، كما انضم إلى عدد من التنظيمات المسلحة المناوئة لليابانيين في شمالي الصين وخاض معارك ضد اليابانيين. وفي عام 1945 عين